الغريبة خلاص مش هتبوظ منكم تاني، وهتطلع دايبة معاكم كده زي ما انتوا شايفين. هتبقى رهيبة قوي ومقاديرها مظبوطة جدا. جربوها بنفس المقادير دي وهي مقاديرها بسيطة خالص. كل اللي احتاجناه، انا عملت كمية قليلة حوالي نص كيلو دقيق، عليه ربع كيلو من السمنة، مش زبدة، ما ينفعش زبدة خالص، وكوباية من السكر حوالي 170 جرام سكر. حطيت السمنة دي، سمنة تكون ساقعة مش مجمدة. حطيتها في العجان وبدأت بقى أعجنها كويس لحد لما قوامها يبقى كريمي زي ما هتشوفوا كده. بعد خلاص ما اتحولت معايا كده لونها فتحها خالص، بقت كأنها زي كريم شانتيه كده، ماسكه نفسها كويس. ضفت بقى كيس صغير فانيليا، مش عايزين تضيفوه مش مشكله يعني، مش بيأثر قوي. ونزلت بعد كده بكوبايه السكر، سكر بودره، لازم يكون مطحون كويس قوي وناعم، ما يبقاش فيه حبيبات خالص. رجعت تاني الحاجة دي في العجان وبدأت أضرب كده بمضرب البيض لحد ما السمنة اختلطت بالسكر كويس وما بقاش فيه أي أثر للسكر خالص. وبس دي كده ايه تعتبر المواد السائلة. هو الغريبة ما بتحتاجش مية خالص ولا لبن ولا حاجة. ضفت عليهم بعد كده الدقيق ده، نص كيلو دقيق نخلاه وعليه رشة صغيرة قوي من الملح. رجعت تاني اعجن، وطبعا غيرت السلاح بتاع العجان. وبدأت اضرب واحدة واحدة طبعا علشان الدقيق ما يطرش مني. وعجنتها شوية كده، مثلا حوالي 5 دقايق، ما تكتروش فيها عجن قوي. طبعا لو حسيتوا ان الدقيق قليل او السمنة كتير، تقدروا بقى ايه انتوا تظبطوا، لان كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. لميتها كده بايدي، هي طبعا طرية هنا شوية لان لسه ما دخلتش التلاجة، وطبعا مع العجن السمنة ساحت شوية، يعني طبعا ايه مش زي قوامها لما تبقى ساقعة. بس امسك كده العجينة اضغط عليها بايدي الاقيها اتشكلت معايا بكل سهولة. وعشان اعرف ان العجينة ناجحة اكورها كده واضغط عليها بصباعي واشوفها. لو شققت يبقى العجينة ناشفة ومحتاجة شوية سمنة، لكن هي كانت المقادير مظبوطة قوي وحلوة قوي. دخلت طبعا العجينة التلاجة شوية وبدأت بقى اكورها كده. وطبعا حطوا اللي انتوا عايزينه، عايزين تعملوها سادة اوكي، عايزين تعملوها بفصوص اللولي دي او لوز او فستق، يعني اللي عندكم. شكلت بقى الكمية اللي عندي ورصيتها في الصاج، ودخلت الصاج ده التلاجة شوية، لان السمنة طبعا اللي في العجينة يعني دابت شوية من حرارة ايدي، فلازم تدخل الفرن وهي ماسكة نفسها كده علشان ما تفرش معاكم في الفرن. وخلاص خرجته بقى وحطيته في فرن حرارته حوالي 170 كده، تكون حرارة متوسطة، ما تبقاش الحرارة عالية قوي علشان ما تتحرقش معاكو وما تستويش من جوه. وطبعا بتطلع وهي لونها ابيض كده كلها، ما بتاخدش لون من تحت، هتبقى ناجحة ومستوية من جوه. وجربوها كده وان شاء الله تعجبكم، وطبعا تقدموها بالشكل اللي يريحكم يعني. واتمنى الوصفة تعجبكم، وتعملوا لايك وشير الوصفة، وتشتركوا في قناتي على اليوتيوب إسراء غرس الدين، وتعملوا فولو لصفحتي على الفيسبوك مطبخ إسراء غرس الدين.